مليار يورو كاش، عرض واحد ونرفض على طول. لحظة، شنو السالفة؟ شركة تيثر عملاق الكريبتو حاولت تشتري واحد من أكبر أندية العالم، لكن أهل النادي قالوا يوفنتوس مو للبيع. إيش اللي صار بالضبط؟ وليش رفضوا هالعرض الضخم؟ خلونا نشوف القصة من البداية. يوم الجمعة اللي فات، شركة تيثر اللي ورا عملة USDT الرقمية دخلت بقوة وقدمت عرض رسمي عشان تشتري نادي يوفنتوس، والعرض 1,100,000,000 يورو، كلها كاش حطوها على الطاولة. تيثر كانت تبي حصة عائلة أنيلي كلها اللي ماسكة النادي من أكثر من 100 سنة. تخيلوا بس، شركة عملات رقمية تبي تستحوذ على نادي بحجم يوفنتوس. لكن الرد جاء أسرع من البرق. عائلة أنيلي من خلال شركتهم القابضة أكسور عطوهم اللا القوية وقالوا يوفنتوس ليست للبيع، 1,000,000,000 يورو ما تكفي. العائلة حتى ما فاوضت، الجواب كان واضح، تاريخنا ما نبيعه بفلوس. وهنا القصة تحلو أكثر. لكن تيثر شكلها ما راح تستسلم. المدير التنفيذي حقهم باولو أردوينو طلع وقال إنهم للحين مهتمين ومستعدين يحطون 1,000,000,000 يورو زيادة بس عشان تطوير الفريق. أردوينو قال كلمة قوية: أنا كبرت وأنا أتابع يوفنتوس، تعلمت من هالنادي معنى الالتزام والمسؤولية. والصدمة؟ تيثر أصلاً تمتلك 10% من أسهم يوفنتوس وعندهم ناس في مجلس الإدارة، يعني السالفة بعدها ما خلصت. والسؤال اللي يستدح نفس الحين، هل تيثر بترجع بعرض أقوى؟ هل يوفنتوس بيظل إيطالي أصيل؟ ولا بنشوفه يدخل عالم الكريبتو؟ أسهم يوفنتوس ارتفعت 19% بعد كل هالأخبار. الشيء الوحيد الأكيد، مستقبل الكورة قاعد يتغير قدام عيوننا، والعملات الرقمية داخل الملعب بقوة. إيش رأيكم أنتم؟ هل تشوفون أن تيثر لازم تشتري يوفنتوس؟ عطونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم أخبار بكرة. في أمان الله.